في ليلة ممطرة، دخل شاب غريب إلى فندق قديم على أطراف المدينة. كان التعب بادياً عليه، وكل ما يبحث عنه هو سرير دافئ ينام عليه. وقف أمام مكتب الاستقبال وسأل عن غرفة، لكن الموظف نظر إليه نظرة طويلة قبل أن يقول بصوت منخفض: ما عندنا غير الغرفة رقم 9، بس ما أنصحك فيها. ضحك الشاب، ظنها مزحة من رجل عجوز يحاول تخويفه. أخذ المفتاح ومشى في الممر الطويل المظلم نحو الغرفة. الجدران كانت مليئة بالشروخ القديمة، والإضاءة بالكاد تضيء الأرض. كلما اقترب من الغرفة زادت رائحة العفن والبرد، وعندما وصل أمام الباب لمح كتابة باهتة على الجدار المجاور: ارجع قبل فوات الأوان. ابتسم بسخرية، أدخل المفتاح وفتح الباب. الغرفة كانت باردة بطريقة غريبة، وكأنها مهجورة منذ سنوات. جلس على السرير، فتح حقيبته، وفجأة سمع صوت حركة خلفه. التفت بسرعة، لا أحد. همسات خافتة بدأت تتردد في الغرفة. ظن أنها من خياله، حتى سمعها بوضوح. رجعت. تجمد مكانه. نادى بصوت مرتجف: مين؟ لكن لم يجب أحد. اتجه نحو باب الحمام الذي كان نصف مفتوح، وقبل أن يلمسه انغلق الباب بعنف وحده. صرخ، هرع إلى الباب الرئيسي ليهرب، لكن المفتاح بدأ يذوب بين يديه وكأنه من شمع. الجدران بدأت تتغير، كأنها تنزف سوادا، والساعة على الجدار بدأت تدور بعكس الاتجاه. الصور المعلقة بدأت تتحرك، عيونها تتبعه، تراقبه. صوت الهامس عاد، أقرب هذه المرة: أنت بديلنا الجديد. انهار أرضاً، يصرخ، يحاول الخروج، وفجأة شعر بأنفاس خلفه. التفت ببطء شديد، ثم الظلام. في صباح اليوم التالي دخل زائر جديد الفندق نفسه وسأل بابتسامة: في غرفة فاضية؟ جاءه الرد بنفس الهدوء: عندنا الغرفة رقم 9.